أهلا بيكم. النهاردة بنغوص في موضوع مهم ومحتاج وقفة: إعادة التفكير. يعني إزاي نراجع قناعاتنا، معلوماتنا. هل ده سهل؟ هنستكشف ده مع بعض، وهنعتمد على أفكار من كتاب مهم هو Think Again لآدم جرانت. بالظبط. الهدف إننا نفهم ليه الواحد بيلاقي صعوبة يغير رأيه حتى لو الأدلة بتقول إنه ممكن يكون غلطان، وإزاي ممكن نبقى مرنين أكتر في تفكيرنا، خصوصاً في عالم بيتغير بسرعة رهيبة وزي اللي إحنا فيه ده. وفي نقطة بصراحة لفتت نظري جدا ويمكن تكون مفاجأة للبعض: إن الذكاء العالي ساعات ما يكونش ميزة في الموضوع ده. دي حقيقة ومفارقة غريبة فعلاً. ساعات الذكاء ده بيخلي الشخص متمسك أكتر بأفكاره، صعب يغيرها. كأن ذكائه بيخليه شاطر قوي في إنه يلاقي مبررات لوجهة نظره أكتر من إنه يدور على الحقيقة. فالموضوع مش بس قدرات عقلية، لأ، دي طريقة تفكير. فعلا نقطة تستدعي التفكير. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع بقى. ليه بنقاوم أصلا؟ ليه صعب نغير أفكارنا؟ جرانت بيشير لنقطة جوهرية قوي، وهي إن أفكارنا دي بتبقى جزء من هويتنا. فلما حد بينتقد فكرة بنؤمن بيها، بنحس إن الهجوم ده علينا إحنا شخصيا، كأن كرامتنا هي اللي على المحك. تمام. وده بيخلينا نشوف الدنيا بمنظار معين بقى. بالظبط. بنقع في فخاخ تفكير كده، زي الانحياز التأكيدي، اللي هو بندور بس على أي حاجة تأكد كلامنا، وبنتجاهل أي حاجة تانية ممكن تكون عكس رأينا. ومعاه كمان انحياز الرغبة، نشوف اللي نفسنا يكون صح. وجرانت كمان وصف 3 عقليات كده بتمنع المراجعة دي. فاكرهم؟ طبعا. عقلية الواعظ، اللي هو همه بس يقنعك ويفرض رأيه. وعقلية المدعي العام، ده بقى بيهاجم أي رأي مختلف عشان يثبت إنه هو بس اللي صح والباقي غلط. والتالت السياسي، ده بيدور على التأييد والشعبية أكتر ما بيدور على الحقيقة فين، بيكسب صف الناس وخلاص. العقليات دي الواحد بيشوفها كتير قوي فعلا في الشغل، في النقاشات العادية. وده بيودينا لمشكلة تانية خطيرة قوي، اللي هي الثقة الزايدة. تأثير دانينج روجر دي مشكلة كبيرة. إيه هو بالظبط؟ الفكرة ببساطة إن الواحد أول ما يعرف معلومتين 3 في مجال معين، ثقته بنفسه ممكن تنط للسما. جرانت بيسميها قمة جبل الغباء. بيبقى واثق زيادة عن اللزوم في معرفته القليلة دي. والثقة دي بتأعميه بقى. بتعميه عن إنه لسه محتاج يتعلم كتير، أو إن رأيه ده ممكن يكون فيه نظر. بيوقف عملية التعلم والشك الصحي. طيب إيه الحل لو الثقة الزايدة دي خطر والإحساس بالدونية برضو مش كويس؟ الحل في التوازن. جرانت بيتكلم عن مفهوم جميل اسمه التواضع الواثق. تواضع واثق دي معادلة تبان صعبة. هي فعلا محتاجة شغل. الفكرة إنك تبقى واثق في قدرتك على التعلم والوصول للحقيقة، بس في نفس الوقت عندك تواضع كافي يخليك تعترف إنك مش عارف كل حاجة، وإنك ممكن تكون غلطان. شوية الشك دول، الشك الصحي، هم اللي بيفتحوا الباب للتعلم والتطور. يعني لا غرور ولا إحساس بالدونية، أو اللي بيسموها متلازمة المحتال دي. بالظبط كده، هي دي المساحة الصحية. طيب لو عقليات الواعظ والمدعي العام والسياسي دي بتعيقنا، إيه البديل اللي بيطرحه جرانت؟ البديل هو الأفضل، عقلية العالم. عقلية العالم؟ أيوه. العالم الحقيقي مش بيدور بس على اللي يثبت كلامه، لا خالص. ده بيدور بنشاط على اللي ممكن يخليه يكتشف إنه غلطان. بيدور على الثغرات في نظريته. يعني بيدور على الغلط. دي فكرة عكس البديهي تماماً. هي تبدو كده، بس هي دي قمة النزاهة الفكرية. لأنك لما تلاقي غلطك، معناه إنك قربت خطوة للحقيقة. وجرانت حتى بيتكلم عن حاجة اسمها متعة أن تكون مخطئا. متعة دي محتاجة تغيير جذري في التفكير فعلاً. بالظبط. لأن اكتشاف الغلط ده معناه ببساطة إنك تعلمت حاجة جديدة ما كنتش تعرفها، وده في حد ذاته مكسب كبير. وده يتطلب بقى إن الواحد يفصل بين هويته وبين رأيه الحالي، صح؟ 100%. قيمتك كإنسان مش مرتبطة بصحة رأيك في موضوع معين دلوقتي. الآراء بتتغير وبتتطور. الأهم هو رحلة البحث دي نفسها. والكلام ده مش بس على المستوى الفردي، ليه تطبيق في حواراتنا مع الناس؟ أكيد طبعا. بدل ما ندخل أي نقاش بهدف إني أغلب اللي قدامي وأثبت إني صح، الأفضل نركز على الاستماع بجد. نحاول نفهم وجهة نظر الطرف التاني، ونسأل أسئلة مفتوحة مش أسئلة اتهامية. في تكنيك اسمه الاستجواب التحفيزي. ده بيساعد الشخص اللي قدامك يفكر ويراجع قناعاته بنفسه، بدل ما تهاجمه أو تفرض عليه رأيك. وفكرة كمان مهمة إننا نعرض القضايا بتعقيداتها. بالظبط. بلاش نختزل أي موضوع معقد في إنه يا أبيض يا أسود، يا معانا يا ضدنا. عرض الأوجه المختلفة بيفتح مساحة للتفكير عند الكل. والنقطة دي ممكن نطبقها على مستوى أكبر كمان، زي في الشغل أو المجتمع. طبعا.
جرانت بيتكلم عن أهمية بناء ثقافات تعلم، ودي محتاجة عنصرين أساسيين. أولاً السلامة النفسية، يعني الناس تحس بأمان إنها تقول رأيها، تعترض، تقترح، حتى لو هتغلط من غير ما تخاف من تسفيه أو عقاب. والتاني؟ العنصر التاني هو المساءلة، بس مش المساءلة عن النتيجة بس، لا، المساءلة عن عملية التفكير نفسها. هل طريقة أخذ القرار كانت سليمة؟ هل فكرنا كويس؟ ده بيخلي المراجعة والتطور جزء طبيعي من أي مكان. يبقى كده خلاصة الكلام إن إعادة التفكير دي مش رفاهية فكرية، دي مهارة أساسية لازم نتعلمها. هي ممكن تكون صعبة، محتاجة شجاعة وتواضع وفضول، بس ضرورية علشان نعرف ننمو ونتطور كأفراد وكمجتمعات في عالم معقد ومش ثابت. تمام جدا. وممكن نختم بنقطة أخيرة كده، يعني للتفكير. إحنا دايما بنسأل الأطفال السؤال التقليدي، نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ يمكن السؤال الأهم والأفيد ليهم ولنا دلوقتي هو: إيه أكتر حاجة بتحب تتعلمها دلوقتي؟ وإيه المشاكل اللي في الدنيا اللي نفسك تشارك في حلها؟ السؤال ده بيشجع أكتر على هوية مرنة وعلى رحلة تعلم مستمرة، وده يمكن يكون أهم حاجة في عصرنا ده. فعلا نقطة ممتازة نختم بيها. شكرا جزيلا على النقاش الممتع ده.